السلام عليكم. حكايتي حكاية الصراحة غادي تجيكم غريبة، ولكن هادشي اللي وقع لي كان واقع وعشتو، واليوم بغيت نتقاسمو معاكم. بغيتكم تشوفوا وتحلوا عينيكم وتعرفوا باللي الإنسان ما فيهش الخير، ولكن ماشي كل شيء. وتعرفوا بأن الرجال واحد النسبة فيهم راه غدارين، واحد الرجال كتعرفيهم في وقت الحرة ووقت الشدة ووقت الضعف. هكذا ربي عطاني امتحان. انا كنت واحد الانسانه اللي بنت واحد العائله اللي ميسوري الحال، ما كان خاصنا حتى خير. تربيت في العز وفي الشان، تربيت في الخير. كنا واحد الناس اللي كرماء. الاب والام ديالي معروفين بالخير والخمير ديالهم. المهم تلاقيت واحد ولد الناس وتزوجت به. هاديك الساعه كنت كنقول ولد الناس، هو كان على قد الحال. تزوجت به وما بينش الفرق اللي بيني وبينه. عادي يعني تزوجنا على حب، على مودة، على احترام. وبديت مع حياتي بعد ما درت العرس وسكنت معاه في الدار اللي كانت داري وبسميتي وكاتبها لي الاب ديالي. وقبل ما نتزوج به كان عندي مشروع كبير كنبيع فيه العبايات، كنجيب اللباس من تركيا من مصر ودايره محلات وكنبيع بالجمله. ربي مسك عليا فوق القياس، وكان خاصني غير الزواج. وتزوجت به وولدت معاه 3 الوليدات، ودوزت معاه 7 سنين ديال الزواج بلا غدر وبلا خيانه. عايشه وعايش معايا كيف جوج مزوجين، باحترام بموده وبمحبه وبحب. حتى هو خدام معايا في نفس الخدمه بعد ما تزوجت به، وحتى هو ولا كيعرف كيفاش يبيع ويجيب. كنخرج انا وياه وندخلوا على المغرب، يعني ظروفنا الماديه مساعدانا وزدنا الخير. وبالذكاء ديالي المشروع ديالنا ولا كبير وانتشر في المغرب، ووليت معروفه عند الناس، يعني عارفيني شكون انا. المهم دوزت انا وياه سنين، وبيني وبينكم كنت كنبغيه، وبيني وبينكم كان هو اللي كيبان ليا في حياتي. وحتى هو نفس الكلام ونفس الموده اللي كانت بيني وبينه، يعني متقاسمين الحب، عايشه معاه بخير. غير كنكملوا شغالنا كنجيو للدار، يعني ما كان بيناتنا حتى شي مشاكل ولا كره ولا خصام نهائيا من نهار اللي تزوجت انا وياه. وكان كيقول لي ما كايناش اللي تنسيني فيك، انت راك مرايتي، انت راك الوجه ديالي. العين اللي تشوف شي وحده تعمى، واليد اللي تشد في شي وحده تقطع، والقلب اللي يبغي غيرك يسكت. كيقول لي نعسي على جنب الراحه، وما عمرني نساك ولا عمرني نسى الخير اللي درتي فيا، لا عمرني نبدلك ولو ما عرفت اش يوقع لك. وتعاهدنا وعادني عمر يخونني ولا يغدرني. انا زدت بغيتو كتر وزدت عطيتو الحب كتر، وارتحيت ليه بلا قياس، وقلت الحمد لله على كل حال. وما ضرباش الحساب بيني وبينه، الدار عاطينها ليا، دارنا مكتوبه بسميتي، ولكن الفلوس اللي كندخلو ما عنديش معاه مشكل. يحط في البنكه بشي بسميتو شي بسميتي انا، وما ضارباش ليهم الحساب. دايره ديك الخدمه بحال شي هوايه، اما رزق راه عندي. ايوا مشات ليا وجات ليا، حسيت براسي انا مريضه، كتشدني شي دوخه اللي غريبه. كنحس بألم اللي في الراس اللي غريب، وألم عفوا على هاد الكلمة في الرحم ديالي. المهم مشيت لواحد السبيطار ودرت واحد التحاليل باش نعرف شنو عندي، وكانت معايا غير اختي. وهنا وقع واحد الغلط اللي كبير. من هنا عرفت الراجل اش كيسوى، يعني النتائج ديال التحاليل والنتائج ديال الفحوصات كانوا مغالطين. وعلاش تغالطوا؟ سبحان الله، نفس الاسم العائلي ونفس الاسم الشخصي. هادشي وقع لبزاف ديال الناس بعد ما سولت، لان في المغرب كاين شحال من واحد ماشي من نفس العائله ولكن عندهم نفس الاسم العائلي. وهنا وقع لي الغلط، يعني انا الفحوصات ديالي والتحاليل ديالي مصابه بالسرطان. كنت غير انا واختي وجبت الفحوصات للدار، بكيت ومرت وربي اللي عالم بيا. امي والاب ديالي والعائله ديال راجلي كل شي داير بيا.
ومرض خبيث يعني راه سريع ودغيا غينتشر في الذات كامله. يعني وليت كنشوف غير في الموت، كنشوف ولادي وبنتي، كنشوف الحياه اللي بقى لي غير شويه وما غنبقاش عايشه فيها، وكنشوف اني غندخل في الاشعه وغندخل في الكيميائي وغندخل في العذاب وطيح الشعر. الله يحسن عوان، الله يشافي كل واحده وكل واحد، والله يعافي كل انسان طاح في الظروف اللي طحت فيها انا. ربي اللي عالم بيا. الناس اللي كيمرضوا واللي كيتلقاو الاخبار بانهم مرضوا، واحد الاحساس اللي صعيب وحسيت به. جيت للدار يوم على يوم، عييت يوم على يوم، تهديت يوم على يوم، صحتي قلالت من كتر التفكير، يوم على يوم دباليت بالبكا. ولكن يوم على يوم ما بقاوش عندي هادوك الاعراض، لاني كنت كنهز التليفون وكنقرا الاعراض ديال السرطان نهائيا ما فياش. دازت مده شهر، جات اختي كتدق الباب على الصباح، ما كانش راجلي. انا ما بقيتش كنمشي للمحلات وما بقيت كنمشي لا لتركيا لا لمصر لا الامارات لا حتى بلاصه. راجلي اللي كان يمشي، وراجلي ما كانش يقطع التليفون عليا، وراجلي يعني كان قايم بالواجب. كلشي الناس حاروا في الحب اللي بيني وبينه. جات اختي على الصباح وقالت لي شوفي اش غنقول لك. قالت لي راه وقع واحد الغلط اللي كبير، غتستري الطبيب وغتستري العياده، راه عيطوا لي انا. اختي اصلا كانت قريبه لواحد الممرضه اللي كاينه تما، الصديقه ديال الطبيب. قالت لي راه ماشي انتي، راه واحد فلانه اخرى، رغم انني ما كنعرفهاش نفس الاسم العائلي والشخصي. وهنا فرحت وبكيت على اللي غلطوا بيني وبينها. فرحت ليا انا وقلت الحمد لله، وبقات فيا هي وقلت الله يحسن عوانها. المهم دات الدوسي ومشات، وكنت انا كنتسنى ان راجلي غنفرحو غنبشرو. ولحسن الحظ ان الاخت ديالي ما قالت لتا واحد ومشات، ما قالت لا الام ديالي لا لتا واحد، وكنا غنفرحوهم انا وياها ونديروها ليهم مفاجاه. ولكن انا مع راجلي دخل حط لافيس ديالو وانا متكيه، ومشيت على داك السيستيم انني ناعسه ودايره راسي مريضه، وهو يحسب لي انني انا ناعسه. انا راه غير متكيه ما نعساش، يعني في السرير كيف ما كيقولوا. قال لي شوفي اش غنقول لك، انا غنتلاقى بك، راه ما بقى قد ما فات، راه المراه شاده الفراش، راه اليوم ولا غدا تموت وتولي نتيا هي مولات الدار ومولات الري ومولات الشوار ومولات المحل، وراه ما بقى ليها والو وتموت، ما عندي ما ندير لك. انا ما كذبش لكم البنات، طحت طيحه وحده، كملت من هاسي بعد ما رسلت لاختي ميساج وقلت ليها السر غيبقى بيني وبينك وبين دارنا، فرحيهم والبقيه لا غير، ما تقوليها لتا واحد. قلت ليها اش كاين وكملت من هاسي، كملت ودرت بانني مريضه، مثلت يا ربي تسمح ليا، ولكن غير باش نتمسكن ونتمكن. كيجيبكي حدايا ويقول لي بقيتي فيا، والله الا ايامي كحله، اش غادي نقول لك، ربي بغى يفرقنا، بحال هاد الكلمه كيقول. وربي راه ما كيبغي يفرق الا حيت غتكون شي حاجه اللي زوينه اولا ربي غيجازينا. ربي الا داك من الدنيا كيعوضك في الاخره، هذه هي الهضره اللي كيقول ليا. ويبدا يبكي دموع التماسيح اخواتي كيخرج فيهم بحال قطره تبع قطره. كنت كنتيق في بكاه وكنت كنقول ربي عطاني واحد الزوج اللي صالح، اللي عرفني مريضه وغادي نموت وبقيت فيه. ولكن اخواتي طلع غدار وطلع نكار وطلع بحالو بحال الرجال الخائنين، طلع في دمو الغدر، طلع في دمو الخيانه، وربي حصلو، والحمد لله اني عرفت واش كيسوى. المهم جات الام ديالو والعائله ديالو، طحت انا قلت لكم زعما راني كنموت، زعما راني مريضه. مو قالت لي شفتك مازال ما بديتي في الفحوصات. قلت ليها غادي نبدا في الفحوصات وغادي ندبال وغادي نموت. وقالت لي لا قياس الخير عليك. ويوم على يوم زدت كنمثل، واختي كانت كتجي لعندي واحد النهار وهو يجي لعندي ويقول لي شوف يا بنت الناس، انا راه ما غاديش نبقى نتسنى فيك حتى تصحي،
عرفني غادي نموت. انا ما نبقاش نتسنى فيك حتى تموتي. انا غنتزوج. غنتزوج لبنى اللي في المحل وغنجيبها للدار هنا تسكن معايا حتى تموتي. قلت ليه ما عندي ما نقول لك، من حقك تزوج، من حقك دير مرأة، علاش لا؟ مزيان فاش قلتيها دابا قبل ما نموت. يعني انت واحد الانسان اللي صريح. قال لي ماشي يعني انا صريح، انا عييت منك بركه، عييت من صبر. قال لي فيك هاد المرض الخبيث صافي صحتك قلات وساعتك سالات والله يعاون. قلت ليه ولادي؟ قال لي خاصك ديهم لامك، انا راه ما نحديهمش، ديهم لداركم ولختك. وهنا شعلات العافيه فيا، وهنا نضت الحرب بيني وبينه، ولكن باردة وما عايقش بيا. عرفت الغدار اش كيسوى وعرفتو اش ناوي. قلت ليه باغي تزوجها غير تزوجها. عيطت لختي السند الوحيد ديالي، قلت ليها غتقابلي المحل وغتوقفي فيه من غدا، وإلا قال لك شي حاجة طلعي لعندي، غتجمعي جميع الوثائق اللي كاينين والباسبور ديالو والوثائق ديالو باش ما يخرجش على المغرب، وانا غنخليهم هنا تحتي وغنبقى ممثله حتى نوصل داكشي اللي في بالي. قالت لي واخا حتى لاكاس ما يدي منها والو. الفلوس هو خرجهم من البنكه، خرجهم من قبل وانا عارفاهم كاينين في الدار، طرت بيهم كاملين، خرجهم على حساب باغي يتزوج ويجهز ويشري الاتات يبدل الدار، لانه قال لي هاد الاتات كامل انت اللي ديرتيه وغنبدلو. المهم عرفت الفلوس فين كاينين وحتى هما درتهم تحتي وعطيتهم لختي ودات كل شيء من الدار. من بعد جا لعندي كيغوت، قال لي اختك علاش كتنزل المحل، انا ما لقيت الوثائق ديالي. قلت ليه انا ما شفت حتى حاجه وما كندير حتى حاجه، واختي راه حتى هي داخله في المشروع ديالي. قال لي ياك ملكك، قلت ليه لا راه في انا وياها بجوج ومن حقها. قال لي وعلاش حتى لدابا، علاش اختك عاد دابا باش بان ليها المحل؟ قلت ليه لان فاش غادي نموت انا وغتدي ولادي وبنتي لدارنا انت غتلاها مع مرتك وما غتصرف عليا وعلى ولادي، اذا من رزقي اختي غتصرف عليهم، رزقي ورزق اختي. هادشي علاش اختي مشات لتما. قلت ليه هادشي انت اللي قلتيه. قال لي قلتو، ولكن باش تمني ليا داكشي راه درتي شي حاجه اللي خايبه. قلت ليه غير تزوج هاد الساعه وانا كنبرد في خاطري واخا النار شاعله فيا البنات. لقيت اللي تزوج، مشى دار العرس، كل شي تجمع عنده، عجوزتي وعيالات الواسي كلهم لبسوا في داري وكلهم تقادوا في داري وجابوا الكوافوره في داري. اخواتي ما راعاو يلي مريضه واخا انني ما مريضاش، ولا راعاو بانني مصابه بمرض اللي صعيب وخبيث اللي هو السرطان، وما راعاوش لولادي وبنتي، ما راعاوش العشره، ما راعاوش الخير اللي درتو في ولدهم ولا الحاله اللي وصلتها ليهم. شوفوا الدنيا كي دايره، كنحمد ربي ونشكره باني ما مريضاش، كنحمد ربي ونشكره باني ساعتي ما سالاتش، وكنحمد ربي ونشكره وكنقول كي دايرين هذوك الناس والبنات اللي مرضوا وداروا رجالاتهم فيهم هاد الحاله. كاينين هذوك النساء اللي بحاله صعيبه وبحاجه ماسه لرجالهم وغدروهم وداروا فيهم لا هما لعقيزاتهم لا لوايسهم، وقلت الله ياخد فيهم الحق ومشى وانا مبرده وانا قلبي قصاح من جهته وليت عايشه غير بالتمثيل. ايوا المهم دار العرس ليله كامله وجابها في الصباح، ولكن حاجه وحده لقيت اللي جا في الصباح وجايين كاملين الصلاه والسلام والطوموبيلات واقفين حدا الباب. هبطت حدا الباب وتقديت ومعايا الاخت ديالي والام ديالي والاب ديالي والعائله ديالي كلها واقفين حدا الباب. بعد ما لقاوني انا واقفه تعجبوا حيت تقديت ووقفت، ما شافوني كيزغرتوا هابطين من الطوموبيلات وفرحانين كيشطحوا، تصدموا جايبينها وجايين ليد فليد. قال لي الاب ديالي فين داخلين؟ قال لي داخل الدار، وشاف هكا وشاف فيا مزيان قال لي وقفتي ما بقيتيش مريضه؟ قلت ليه المرض الخبيث ها هو داز وصحيت الحمد لله، بنت لك مريضه؟ قلت ليه فين داخل
وفين جاي؟ قال لي جاي للدار. قلت ليه الدار ديالي؟ قال لي ياك الدار ديالي بعد ما تموتي، واتفقت معاك بلي غنتزوج بموافقتك يعني. قلت ليه جوج ديال الكلمات اللي غنقول لك، الله يعاونك. قال لي ورزقي، رزقي اللي كاين، الفلوس اللي قلت لكم البنات حاط في الدار. قلت ليه هنا ما عندك حتى رزق، جيتي بزيرو درهم غتخرج بزيرو درهم، جيتي من واحد العائله اللي فقيره وما عرفتيش بقيمه الغنى، رجع ليها. نتوما واحد الناس اللي انانيين نكاري المعروف. شفت فيها وقلت لها عجوزتي اش درت لك؟ ياك درت فيك غير الخير، وهزيت لك من شانك وكنتي خدامه غير عند العيالات، وعفوا عليها كلمه، الله يحسن عوان كل وحده، ولكن هي مختلفه. قلت لها عرفتي اش كنتي كديري ونقدتك منه ومن الفقر والخدمه وتماره وكل شي بفلوسي. قلت لي عقلتي ما كان عندك والو، لا انتي لا راجلك، وكنصرف عليكم وعاونتكم بزاف بزاف ديال الحوايج درتهم بفلوسي، وهزيت من قيمتكم ومن شانكم، وما قلت الفرق اللي بيني وبينكم رغم انه كان واضح. والنهار اللي طحت في الارض وخاصكم تهزوني، والنهار اللي سمعتوا باني مريضه خليتوني ورميتوني، وما قلتوش ندورو بها على الاقل حتى تموت، وربما تكتب الدار لولدي او لا نكتب ليه بعض الاملاك. اول ما فكر هو فكر يرمي ولادي وبنتي لدارنا، وفكر في المرة اللي دخلها عليا وانا مازال عايشه، وكيقول لي امتى غتموتي. هذا هو الخير، هذا هو الجزاء. ولكن الحمد لله ربي كبير. انا غلطت بصح، انا ما قلت لكم مريضه بالكذوب، ولكن التحاليل اللي كانت غلطه، وربي كبير، وربي بغى يبين الحقيقه بهذه الطريقه. عرفت الغدار، عرفت اللي درت فيه الامان. يلا دردبوا واعطيوني باتساع، واخر مره غنشوفكم، والتلاقي غيكون غدا ان شاء الله. عرفتوا البنات اش غادي نقول لكم؟ تعجبوا كاملين، ما عرفوا باش تبلاو ومرقوا قدام نسابهم، بعد ما كانوا دايرين راسهم قيمه وشان، وبعد ما دايرين باني انا راه موافقه، وباني راه قلت لي تزوج، ولكن ما عرفوش بانهم راه كانوا كيجرحوني وكانوا كيتسنوا غير امتى نموت وامتى يدفنوني ويدخل المرأة وانا مازال في الفراش، ناسي باللي راه الحياة ديالو كلها بيدي، ناسي بان هذيك البيانة ديالو وداير راسو لاباس عليه، ولكن انا راه هي اللي كنت كنصرف عليه. ونسى المهم ندمتو وعطيتو داك الشيء اللي كان خاصو يسمعو، وسمعتو الكلام اللي كان عليا نقولوا ليه شحال هذا. رجع خطوه اللور ورجعوا كلهم ومشاو. الغد ديال الصباح جا هو وامو كيطلب ويبكي حتى الباب. انا ما حليتش ليه الباب، ما بقيتش عطيته فرصه، ما بقيتش باغا نسمع صوته. العجوزه الحراميه كتقول لي غير حلي الباب على وجه دوك الاولاد. قلت ليها اش من ولاد؟ هضر معاه انا غير من الفوق. قلت ليها ولادي اللي كنتو غتعطيهم لامي، ولادي اللي كنتو غتخليو اختي تصرف عليهم، وولادي اللي كنتو غترميوهم وتخليوني حتى انا مرميه. قلت ليها ما باقيش دقي بابي. عرفتوا اخواتاتي ولا كيبكي بحال شي مرا، ندم واحد الندمه اللي ما كانتش بالو، وتقولب واحد تقوليبه اللي عمرها كانت في حياته، واللي انه كان كيتخيل انها غدار به. صافي قال المراه غتموت فيها مرض السرطان غندخل عليها المراه، وربما كان بغى يدخلها ويديني لدارنا. يعني غدار ونكار. هادشي علاش انا بغيت نتقاسم معكم قصتي وحكايتي، ماشي نقول لكم ديروا بحالي شي خطط باش تعرفوا باللي الراجل كيبغيكم، لا خليوه على الله. والغدار راه كيبان والخائن راه كيتجازى، وانا ربي كبير والحمد لله، وبالنيه الصافيه والخير اللي دايره فيه والمحبه اللي عطيها ليه والزواج اللي تزوجت به غير بالحلال وبغيته حيت كان اول واحد وعرفت حقيقته، ولكن بقيت صابره حتى صدمته، ونسى باللي الحياه ديالو كلها في يدي، ونسى باللي انا اللي كنصرف عليه، ونسى باللي ما عنده والو زيرو درهم غير جا كيف ما جا وكيف ما كانت البدايه ديالو. المهم مشى وما بقى بيني وبينه والو، وطلقت انا وياه والله يعاونو، وبديت حياه جديده.
هو مشى وانا ما حقدتش على الرجال، تزوجت واخا انا بجوج ولادي وبنتي، ولقيت راجل تا هو اللي ميسور الحال، هو برزقه وانا برزقي، يعني ما محتاجه لا نصرف عليه ولا يصرف عليا، ولكن محتاجه غير الحب والاحترام والموده اللي بيني وبينه، ويقدرني ونقدره. وعاودت ليه حكايتي وقلت ليه الراجل الاول علاش طلقت انا وياه. الراجل الاول هاش وقع ليا معاه وهاش وقع لي وهاش وقع لي، يعني حتى الراجل الثاني يقدر يكون عندي غادي، يعني نحطو وسط البلاد قرقيب، وكاع الحاجه اللي تمرضني وتعصبني ما عندي ما ندير بها. ولكن الحمد لله عشت معاه دابا 15 عام، يعني راه مدة طويلة. الحمد لله ما خصني حتى خير، الحمد لله ما شايفة معاه حتى حاجة، مهلي فيا ومهلية فيه، وبرزقه وبرزقي، وكنكبروا في ولادي، كنكبروا بجوج بولادي وبنتي، هو كيكبر معايا ما كيولدش واخا عطيتو شحال من فرصة وداويت. انا الحمد لله كل شيء عندي مزيان، ولكن للاسف هو اللي ما كيولد. ولكن لقيت معاه الحنان والحب عطاهم لولادي، اما هو الغدار النكار كيجيب امه كتبغي تشوف الولاد، مره كنخليهم، يعني ماشي ديما يشوفهم. ولادي هو اللي بغى يسمح فيهم ويسمح فيا انا، يعني حتى انا وليت كنخلي الشوفه قليله غير على حساب ولادي. اما ولادي وبنتي تعلقوا بالرجل الثاني ديالي ولاو كيبغوه وكيعيطوا لي غير بابا، ولاو متمسكين فيه فوق القياس. ولكن حتى هو عاطيهم الحنان بالنسبه للولاد اللي ما كيولدش، حتى هو مهلي في ولادي لانه ما كيولدش، حتى هو عاطيهم اللي كيعطي الاب الوفي لولادو، يعني مهلي ليا في ولادي والحمد لله. اخواتي، هادشي علاش انا اليوم جيت نحكي لكم حكايتي، هادشي علاش جيت نتقاسمها معاكم، لانني شفت قصص ديال الخيانه والغدر، وطلبت من صاحبه القناه تحكيها هي بلسانها. الصراحه طلع واحد الانسان اللي غدار والحرقه ديالو في القلب ديالي، وطلبت من راجلي انني باش ننشر القصه ديالي ليا نشريها باش تكون مثال للرجال الخونه. وعفوا على هاد الكلمه، الرجال اللي كيخونوا، الرجال غدارين. وقلت ليه كنتمنى حتى انت شي نهار ما تغدرني، لانك نهار اللي غتغدرني غنعاود نشر قصتك. المهم قصتي راها واضحه وحكيتها لكم من القلب الخالص، كنتمنى تاخذوا منها العبره وتاخذوا منها الاستفاده. ماشي ما تيقوش، ماشي بعدوا على رجالاتكم، ماشي كلهم بحال بحال، ولكن غير حلوا عينيكم، المكتبه راه مكتبه، الا مكتبه الراجل تبقاي معاه، وإلا مكتبه يغدرك راه غيغدرك، مكتب يجيب شي وحده صار منك راه غيجيبها، ومكتب انه عمره ما يبدلك راه عمره ما يبدلك. هذه هي الحياه، راه حتى الزواج مكاتب، والحياه كلها كامله يعني فيها غير المكاتب. تفاءلوا بالخير تجدوه، واللي مكتبها لنا الله هي اللي كاينه. ولكن اللي بغيت نصحكم، بعد ما تشوفوا شويه ديال الخيانه وشويه ديال الغدر او تشموا ريحته، ديما الدق والسكات، وديما سكتوا حتى توصلوا. اما هذيك الزربه والغوات والمراه فاش كتحصل راجلها خانها ولا غدرها وتبدا تغوت، وفي النتيجه راه غتجيبها غير في صحتها، وفي النتيجه راه ما غتوصل حتى حاجه. ولكن الا كان كل شي بيدك وملكك غير شويه بشويه، كيف ما كيقولوا الدق والسكات، كل شي رجعيه عندك وفي الاخير درد به، كيف ما درت لي انا اللي عمرو ما نساها لا هو ولا العائله ديالو. اما هذيك اللي تزوجها وكانت بغات تجي في بلاصتي، اللي قالوا ليها غتموت، اللي كانت خدامه عندي في المحل، طلقات معاه لانها عرفات بلي كل شي ديالي، الدار والمحل ديالي، وما عقلاتش عليه. شفتوا اش كيوقع للراجل اللي كيبدل المراه في وقت ضعفها وفي وقت الشده؟ اما اخواتي، شفتو كون وقف معايا وواساني بصح وما سمعتش هذاك الكلام وما خضرنيش، نقدر نخليه يتزوج، نقدر نخليه يجيبها، وما نقولش غدرني معاها، غنقول راه وقف معايا وقت الشده، وراه كان معايا واحد الانسان اللي مخلص، علاش غنحرمه من الزوجه الثانيه؟ ولكن الغدر ديالو بان والخيانه ديالو بانت غير بالصدفه والحمد لله. وهنا قصتي كملات،
والصراحة القصة ديال هاد السيدة متشابهة مع بزاف ديال القصص، ماشي هي الأولى ولا الثانية، ماشي هي أول وحدة يتزوج عليها راجلها فوق ضعفها. يعني شوفوا سبحان الله، سبحان مبدل الأحوال، بسبب غلط في التحاليل قدرات تعرف المعدن ديال راجلها. وكلنا كنتمنى ربي يشافي هذيك اللي مريضة بصح بالسرطان، لأنها بصح مريضة ومرض سريع، وربما أنها ماتت. أما هي اكتشفت خيانة راجلها اللي كان باغيها تموت ويدخل المرأة، ولكن حتى هي مرة ذكية وخدمات بدماغها، ودارت الدق والسكات واتفقت مع عائلتها واختها. صراحة صدقات قافزة، صراحة يعني سكتات ودارت داكشي اللي خاصو يدار. كنتمنى تقبلوا تعليقي في هذه القصة، وكنتمنى تخليوا لي آراءكم بقصة هاد الأخت اللي دابا كتقول نحمد الله ونشكره. وحاجة وحدة اللي ضحكتني بهاد القصة هي أنها قالت حتى هاد الراجل إلا خانني وغدرني غنشر قصته ونزيد نتزوج بالثالث، حتى إلا غدرني زايد نقص، اللي درقني بخيط ندرقو بحيط، اللي درقني بجبل ندرقو بحر، وبنيتها الصافية ربي نصرها. أخواتي في الأخير أحبكم، ودائما كنبغيكم، أحبكم في الله. كنجيب لكم غير القصص الواقعية ماشي خيالية من عند الأخوات خصوصا النساء. مع السلامة وإلى قصص أخرى. وهنا غنشير لواحد الملاحظة، كنلاحظ باللي بزاف اللي كيتابع قناتي ما مشتركش في قناتي، زعما ما نستاهلش اشتراك او ابوني. طبعا فضلا وليس امرا اشتركوا في قناتي وخليوا لي تعليق زوين اللي يخليني نزيد نتشجع ونستمر في القصص الواقعية، واللي منها غنستافدوا مجموعة من العبر. سلام.